السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفسير حلم الحصان في المنام. في منام الفتاة العزباء والمرأة المتزوجة والمرأة الحامل. إذا رأى الحالم إنه يركب الحصان في منامه وتوفرت شروط الزواج فيه، فإنه يقترب من مشروع الزواج. مرة أنه ركب حصانا بسرج، دل ذلك على حصوله على ترقية في وظيفة أو استلامه سلطة ما. قد تشير درجة طاعة الفرس لراكبه في الحلم إلى درجة القوة التي يمارسها على الآخرين في حياته. أما رؤية الحصان في المنام دلالة على مجد وسلطان وقوة صاحب الرؤية. رؤية الحصان في المنام للعزباء. إذا رأت الفتاة العزباء في المنام الحصان بشكل عام والحصان الأبيض بشكل خاص، فهو دليل على كرم الله تعالى لها. إذا رأت العزباء في منامها إنها اشترت حصانا أو شخصا أهداها حصان، فإنها بتنال منفعة من الشخص الذي أهداها إياه. ركوب الحصان للفتاة غير المتزوجة دليل على تحقيق الأمان والشهرة. أما إذا رأت الفتاة العزباء شخصا وكأنه يشبه الحصان، فإنه يتقدم لخطبتها. أما رؤية الحصان المريض أو الجريح أو الميت في منام العزباء دليل على المتاعب والألم. تفسير رؤية الحصان في منام المرأة المتزوجة. إذا رأت المرأة المتزوجة حصانا في المنام دل ذلك على الشرف والعزة والحظ السعيد الذي طال انتظاره. رؤية الحصان الأبيض أفضل من الأسود في منام المرأة المتزوجة، لكنه في جميع الحالات هو دليل على الخير والرفعة للرائية. أما إذا رقد الحصان أو وثب أو قفز في المنام للمتزوجة فهو دليل خير. دخول الحصان إلى منزل المتزوجة في المنام بيكون دليل على زيادة الخير في بيتها. إذا رأت المرأة المتزوجة إنها تركب حصانا في المنام فإن أمورها بتسير بشكل تدريجي. رؤية الأحصنة بتركز في منام المتزوجة بشارة خير. الحصان الأبيض الثلجي للمرأة المتزوجة في المنام دلالة على المال والجاه. أما تفسير رؤية الحصان في المنام للمرأة الحامل. رؤية الخيل في منام الحامل علامة على خير يصيب المرأة الحامل وجنينها. رؤية الحصان في المنام للحامل دليل على اقتراب موعد الولادة وسهولتها. إذا دخل الحصان منزل الحامل فهو دليل على الفرح والسعادة. الحصان الجميل في منام الحامل بيدل على أن المولود سيكون صبي. الحصان الأبيض في منام الحامل بيدل على أن المولودة ستكون أنثى. أما الحصان الأسود في منام الحامل بيدل على أن المولود سيكون صبي. الحصان في المنام بيدل على السيادة والكرامة والعزة. رؤية حلم ركوب الخيل أو الحصان ومحاولة إيقافه في المنام بتعني أن الرائي من أصحاب المعاصي. أما إذا ركب شخص حصان وطار به في منامه فهو دليل على الخير. من يرى الحصان من بعيد في المنام فإنه يصيب خير. من ركب حصانا مزينا في المنام ينال مرتبة عالية من الشرف والأمانة. إذا مات الحصان في المنام فهو دليل على هلاك الرائي. أما إذا رأى الشخص حصان في منامه وكان ينازعه فذلك دليل على نشوب نزاع بين الرائي وأحد الأشخاص. أما شرب حليب الحصان في المنام بيعني أن صاحب الرؤية يتميز بالعزة والشهامة. رؤية الحصان الهائج في المنام لا خير فيه. من رأى أنه يركب حصان هائجا في المنام بيكون دليل على المعصية وإن الرأي يتبع هواه بقدر جموح الحصان. طيب، قد تدل رؤية ركوب الحصان الهائج في المنام على مصيبة كبيرة تلحق بالرأي على قدر هياج الحصان. أما إذا رأى الشخص إن الحصان يجري سريعا في المنام دل ذلك على اتباعه هواه. الحصان الجامح في المنام دليل على قلة العقل. وفسر ابن شاهين رؤية الحصان في المنام بناء دليل على القوة والعزة. ومن ضمن تأويلاته الأخرى لهذا المنام إذ كان هناك ما يزين الحصان في المنام دل على السلطة والجاه. أما إذا رأى الحالم في منامه إنه ينزل من على ظهر الحصان دل على نزوله من منزلته العالية ومنصبه. أما رؤية الحصان الميت على الحزن بيدل على الحزن ووفاة شخص عزيز. بتختلف دلالات رؤية الحصان في المنام تبعا لحالة الرأي الاجتماعية وأحداث الحلم، وأيضا وفقا للون الحصان وحالته. أما إذا كان ساكنا أو هائجا، ولكن في أغلب الأحوال فإن رؤية الخيل في الحلم غالبا ما تكون دليل على العزة والجاه والكرامة، والنزول من عليه هو دليل فقدان المنصب والجاه. دي كانت حلقتنا النهاردة. أتمنى يكون الفيديو عجبكم، ولو عجبكم اللايك والشير والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.